يا حبيبتي مالك في ايه؟ انا تهت من ماما. ماما هنا؟ مش عارفه راحت فين. طب ما تخافيش ما تخافيش. ما اعرفش اي حاجه هنا. ما تقلقيش ما تقلقيش ان شاء الله نوصل لها، ما تخافيش. معاك تليفوني ولا رقم تليفوني ولا حاجه؟ مش اي حاجه خالص. طب ما تخافيش. ما تقلقيش بس ما تعيطيش. خدي بس. اكلت حاجه ولا ما اكلتيش؟ انا كنت لسه خارجين علشان نشتري لي هدوم. لك صوره دلوقتي على الفيسبوك وهنوصل لها ان شاء الله، ما تقلقيش. اكيد اوصلك يعني. كلي بس يلا. يعني انت هتوديني لماما؟ مش هسيبك الا لما اديك لمامتك والله العظيم، ما تقلقيش بس. كلي بس ما تعيطيش. قعدك مع بنت عندي في البيت وقعدك عندها لحد بس مامتك تصحى. ما تزعلش. لا ماما ما تزعلش. طب خلاص انا مش هسيبك الا لما اديك لمامتك، ما تقلقيش. كلي بس يلا. ما تعرفش اي تليفونات ولا اي حاجه للبيت؟ مش تليفون لاي حد، البابا الماما لاختك لاي حد؟ مسكني بابا. طيب خلاص ماشي، انا هتصرف ما تقلقيش. كلي بس ما تعيطيش وانا هبص لك بقى ان شاء الله. انا عمال ادور عليك، انت كنت فين كل ده؟ مامتك جت اهي. مامتها مش مامتك؟ لا مامتها. انت هبله ولا ايه؟ والله مش ماما. هي بتقول انت مش مامتها، يبقى انت مامتها ازاي يعني؟ وانت تايه عني. انت مين؟ انت ما اعرفكيش. انت مين؟ انا ما اعرفكيش. انا ما عملكيش مشكله. انا اللي هعمل لك مشكله. طب يلا يا بنت نروح. يلا انت رايحه فين بس؟ يلا يا بنت نروح يلا. البيت. رايحه فين؟ لا مش خلصي. هتاخديها. يلا انت رايحه فين؟ يلا انا بقول لك هي بنتي. وانا بقول لك هي مش بنتك. يلا بس. انت رايحه فين؟ بص اقعدي انت كده. اللي مش ماما. اقعدي انت كده. اقعدي بس كده. مفيش دعوه. عايزه يا ست الوقت. بقول لك عايزه البنت. لا هي مش جايه معاك خالص. هي مش بنتك اصلا. هعمل لك مشكله على فكره. انت خطفت اطفال. على فكره انت خطفت اطفال. شوف انت رايحه فين. يلا عشان مالكش مشكله والله. ثواني بس ثواني، احنا بنصور تجربه اجتماعيه وكل دولت ممثلين معانا. والله بجد؟ هي كمان بتمثل معقوله؟ ودي برضه ممثله معانا. والموقف ده مش حقيقي. ما شاء الله. الموقف ده تجربه اجتماعيه عشان نشوف انسانيه حضرتك، وانت طلعت حد محترم جدا. والله صدقت الموقف والله بجد، وما شاء الله عليها بصراحه. انا قلت ده انت ليه بقى ما رضيتش تديها لواحده ثانيه مع ان هي مش امها، وكنت تخلص نفسك بقى وتروح انت؟ لا لان البنت قالت دي مش والدتي، ما ينفعش. لازم اسلم لوالدتها طبعا. اصل انا عندي بنت برضه، واي حد معرض لموقف زي دوت فما ينفعش. لازم اخدها من ايدها كده اديها لاهلها. طب انت كنت ناوي تعمل معايا ايه؟ بصراحه كنت اخدها عندي البيت قاعده مع بنتي لحد ما نشوف الدنيا فين ان شاء الله. بس ما كنتش هسيبها طبعا الا لما اوصلها لاهلها. ارفع على الفيسبوك بقى، اتصل بحد يعني. مش هسيبها لاي حد خالص الا لاهلها اصلا. نموذج بجد للناس المحترمه اللي موجوده عندنا هنا في مصر. ربنا يبارك فيك يا رب. تسلم. انا مبسوط وانا والله شرفت بحضرتك وشرف ليا والله. طب انت موافق نذاع الحلقه دي على الفيسبوك؟ طبعا اكيد طبعا. طيب ممكن تعمل موبايل الكاميرا؟ اكيد ماشي. طيب يعني انا دلوقتي اطلع اضربك قدام الناس وافرج الناس على مراتي وافرج الناس على عرض كده اكلمه بقى على السوشيال ميديا واسم طلعنا ايه مشكلتك يعني؟ مش احسن من ال 4000 جنيه اللي انت بتقبضهم؟